بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي وأعزائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، أهلا بيكم في لقاء جديد، واللي عايزين نقول فيه إن في حكايات تحس إنها دراما مكتوبة، بس الصدمة إنها حصلت بجد. وفي نجوم بيمروا بلحظات منورة ولحظات سودة محدش يتمناها. النهاردة معانا حكايتين، واحدة عن نجم كبير الناس كلها بتحبه بيصارع المرض حاليا وحياته على المحك، والتانية عن ست فضايحها مش بس خبطت في حياتها، دي جرت وراها فضايح بالجملة. ركز معايا لأن اللي هتسمعه كله حقايق، ويا ريت تشاركنا باللايك وسبسكرايب علشان تساعدنا في نشر هذا الفيديو. وخلي بالك ان الموضوع ده هيشدك للنهاية. احنا لما بنشوف لطفي لبيب على الشاشة بنحس ان ده الراجل اللي بيضحكنا، اللي مهما عمل دور شرير تحبه. بس هل حد فينا يعرف ان الراجل ده عمره ما خد فرصة بطولة مطلقة؟ ولا مرة كان هو النجم الأول على الأفيش، ومع ذلك هو عنده رصيد حب كبير عند الناس، أكبر من كتير من النجوم التانيين. الناس مش بس حبته علشان تمثيله، لا، ده كان رمز للأخلاق ومتواضع وبسيط ومتصالح مع نفسه. حتى لما كان بيحضر المهرجانات كان دايما يتكلم عن تقديره للفن وحبه للجمهور. ولما جاله المرض كان أول تصريح قاله: المرض ده جالي اختبار من ربنا وأنا راضي. الجلطة اللي جات له من 7 سنين ما كانتش مجرد وعكة، ده كان نص جسمه اتشل. وقف يعني في البيت وما بقاش يشتغل، لكن عمره ما قال أنا انتهيت. فضل يحاول ويتحرك ويتمرن لحد ما بدأ يقف على رجليه تاني، ورجع للتمثيل حتى ولو في مشهد واحد. وفي عز ما كان بيحاول يرجع، الناس كانت بتسأله ليه ما بتشتكيش، وكان رده: انا فنان والفنان ما ينفعش يشتكي. انا اضحك الناس، ايوه، حتى لو قلبي بيبكي. يا ترى تفتكروا في كام فنان عندنا في مصر عنده الروح دي؟ اسبوع فات وانتشر الخبر الصادم: لطفي لبيب دخل العناية المركزة. مش بس كده، دخل في غيبوبة كاملة، وأسرته طلبت من الناس تدعي له لأنه حالته بين الحياة والموت. وساعتها السوشيال ميديا كلها اتقلبت، الناس اللي عمرها ما قابلته بقت تكتب أدعية له، وصفحات الفنانين كلها بتطلب له الشفاء. واحدة من الممرضات في المستشفى كتبت: عم لطفي لما دخل كان أول كلمة قالها وهو على السرير: أنا بحب الناس وخايف الناس تنساني. كلام يوجع القلب من راجل عاش للناس وخايف يروح من غير ما حد يفتكره. عارف ان لطفي لبيب كان في الجيش وقت حرب اكتوبر؟ مش ممثل بيجسد جندي، لا، ده كان جندي بجد. وكتب كتاب عن تجربته اسمه الكتيبة 26. لطفي لبيب قضى 6 سنين في الجيش بالتمام والكمال، وحكى في الكتاب بتاعه عن اللي شافه، عن المعارك وعن الشهداء، وقال إن عمره ما حس بفخر زي اللحظة اللي دخل فيها سيناء محررة. ولما سألوه ليه ما اتكلمتش عن ده قبل كده، قال: أنا مش بتاجر بحياتي، أنا كنت بجاهد لبلدي مش علشان أتمنظر. قمة التواضع والرجولة. بعد كده هننتقل لماء الصغير، الحكاية اللي كلها علامات استفهام. مها الصغير اللي طول عمرها معروفة انها زوجة احمد السقا، الست اللي دايما قدام الكاميرا انيقة شيك، بس ورا الكاميرا اسرار وتفاصيل صدمت الجميع. من كام شهر الدنيا اتقلبت بعد ما انتشر خبر طلاقها من السقا، وناس قالت ان الطلاق كان بسبب خيانة، وناس قالت خلافات عائلية. والحقيقة لحد دلوقتي محدش عرف الصح من الغلط. لكن اللي جه بعد الطلاق هو اللي فجر الكارثة. ماء الصغير فجأة راحت الشرطة وحررت محضر ضد أحمد السقا، واتهمته إنه اعتدى عليها بالضرب
وإنه استعان بالسواق بتاعها علشان يضربها، والسقا اتجرجر للنيابة وتحقيقات شغالة، والناس كلها بتسأل معقول أحمد السقا اللي الناس بتشوفه جدع وأخلاق يعمل كده، ولا الموضوع تصفية حسابات بعد الطلاق؟ اللي زود النار بلة إن الموضوع فضل يتسرب للإعلام، كل يوم خبر، كل يوم تسريب، لحد ما بقينا مش عارفين نصدق مين ولا مين. تفتكروا لما طلعت مع منى الشاذلي وقالت إنها فنانة تشكيلية وعرضت لوحاتها وبدأت الناس تسقف لها، لحد ما الفنانة الدنماركية طلعت وقالت اللوحات دي بتاعتي ومش الست المصرية سرقت اللوحات من على صفحتي. وبعد الست الدنماركية طلع فنان من فرنسا ونفس الكلام قالوا. القنوات العالمية كلها اتكلمت، والفضيحة وصلت مواقع الأخبار الأجنبية، ومنى الشاذلي نفسها اضطرت إن هي تطلع تعتذر في البرنامج. ومها طلعت ببوست قالت فيه أنا غلطت، أنا أسفة. بس هل الاعتذار كفاية بعد الفضيحة دي كلها؟ المهم إن بعدها فتحت براند للشنط وقالت إنها بتصمم بنفسها، والمفاجأة اتكشف إن الشنط دي نفسها نفس التصميمات من براندات عالمية، واتاخدت كوبي وبيست، والصفحة اتقفلت والبراند اختفى. هو ليه دايما بتلجأ للطرق السهلة؟ هل نقص الموهبة، ولا الاستسهال، ولا الغطرسة؟ القنبلة الأخيرة إنها وقت مرض أبوها رجعت والدتها لمعرفتها. الورق على الورق جابت مأذون وراحت لأبوها على المستشفى، والراجل كان في غيبوبة، وبصمت أبوها وهو في حالة غيبوبة كاملة، كل ده علشان الورث. القصة اتكشفت بعد كده إن هي رجعت أمها لأبوها وهو الراجل في غيبوبة لا يملك قراره، وأخوها رفع عليها قضية رسمية بالتزوير. وساعتها الإعلامية دعاء نصر قالت بالحرف أنا شاهد عيان على اللي حصل. الناس بدأت تقول هو في حد يقدر يعمل كده في أهله، ولا الفلوس بتغير النفوس؟ الدنيا دي مش لازم دايما لحد، لا شهرة ولا فلوس ولا نجاح بيدوم لحد. اللي بيثبت معاك وبيفضل معاك لحد آخر يوم هو احترام الناس وحبهم ليك. ولو اتكشفت على حقيقتك الناس هتفتكرك مش بأعمالك لكن بفضايحك. ولازم نفهم حاجة مهمة جدا، الشهرة مش حصانة ولا الفلوس درع، لو غلطت هتتحاسب حتى لو بعد حين. النهاردة حكينا حكايتين من قلب الواقع، فنان قدير ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة، وإنسانة كانت تتمنى تبقى نجمة لكن فضيحها قضت عليها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتساعدنا ان احنا ينتشر هذا الفيديو، ويستناني مع حكايات جديدة وتحقيقات جديدة ان شاء الله. كان معكم طارق السلموني، محرر كوكب الشرق.